تشكيل الأهلي الأفضل لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. الأفضل من حيث حالة كل لاعب، الأفضل من حيث مستوى كل لاعب الفترة الحالية، والأفضل من حيث مدى تأثير كل لاعب داخل الملعب وفي المباريات الفترة الحالية. علشان كده حطيت التشكيل ده، والتشكيل ده عايز أقول لك إن شاء الله لو بدأنا بيه هنكسب بيه مش واحد ولا اتنين، ممكن نكسب بيه ثلاثة، وما تقولش عليا إن أنا متفائل بشكل كبير، لكن إن شاء الله هنقدر نكسب لو عملنا تشكيل صح. وعايز اقول لك ان كل ما يكون تشكيلك صحيح بنسبه 100%، كل ما تكون نسبتك للفوز اقرب، كل ما تكون نسبتك ان انت تحقق نتيجه واداء بتكون اقرب. لكن لو التشكيل فيه لاعب او اتنين مش في حالتهم وانت لعبت بيهم او وظفت لاعب مكان لاعب تاني، هتلاقي نسبتك للخساره بتكون اقرب، ونسبتك ان انت تقدم اداء سيء بتكون اقرب. علشان كده حطيت التشكيل ده، وهتكلم معاكم ليه بيرسي تاو على الدكه، وليه حسين الشحات جناح يمين، وليه متولي اساسي. بس ما تنساش يا صديقي قبل ما نتكلم، لو لسه اول مره بتشوف قناتي تشترك في القناه وتفعل الجرس، سيب لايك كومنت للفيديو وان شاء الله يوصلك كل جديد. وما دام الفيديو وصلك سيب لايك، علشان اللايك هو وسيله دعمك الوحيد على اليوتيوب، ولو المحتوى ده كويس او مش كويس علشان ارشحه لغيرك فما تبخلش علينا بيه. هنتكلم ليه بيرسي تاو اولا على الدكه، لان حاليا بيرسي تاو مستواه ما يأهلوش انه يكون موجود في ماتش، حتى لو بيرسي تاو بتاع الماتشات الكبيره ما يأهلوش انه يكون موجود قدام الترجي. بيرسي تاو حاليا لا بيصنع اهداف لا بيسجل اهداف، ولو سجل ما بيسجلش غير قدام الاسماعيلي. فانت محتاج ان انت يكون عندك جبهتين، جبهه يمين وجبهه شمال، محتاج ان انت يكون عندك مفتاحين لعب ناحيه اليمين وناحيه الشمال. بيرسي تاو حاليا لا مفتاح لعب، لا بيعمل اسيست، لا بيشكل خطوره. علشان كده بالنسبه لي بيرسي تاو على الدكه، وان كنت انا بحبه ومقتنع بيه، لكن بالنسبه لي معايا على الدكه لانه كمان دفاعيا ما بيقدمش الدور المطلوب، وبيسيب محمد هاني كل لاعب او كل جناح او كل لاعب بيروح او خطوره بتشكل علينا من ناحيه محمد هاني. نتكلم ليه بقى حسين الشحات اساسي في مركز الجناح اليمين، وده مهم جدا وركز معايا. حسين الشحات بيعرف يلعب جناح يمين وبيعرف يلعب جناح شمال، وانت عندك رضا سليم بيقدر يلعب جناح شمال ومحتاج رضا سليم. حسين الشحات في مركز الجناح اليمين هيعمل ليك توازن هجومي، وده اول سبب لعبت بيه بحسين الشحات في مركز الجناح اليمين، ان انت حسين الشحات هيعمل ليك توازن هجومي في ناحيه اليمين، هيخلي عندك مفتاح لعب تاني زي ما انت عندك مفتاح لعب اولاني اللي هو علي معلول، مع تمييل امام عاشور ناحيه الشمال، مع كمان وجود رضا سليم هيكون عندك مفتاح لعب زي حسين الشحات بيعمل عرضيه بشكل متقن جدا على راس المهاجم، بيعمل الكروس من خلف المدافعين بشكل مميز جدا، وكمان بيقدر يعمل الباص الغير متوقع في عمق الدفاع ما بين الباك والمساك، او ما بين المساك اليمين مع المساك الشمال. فحسين الشحات مميز جدا بيقدر يوصلك بسهوله للمرمى، علشان كده لازم يكون موجود في مركز الجناح اليمين، هيصنع عليك الفارق، هيشكل جبهتين من نار، هيخلي فريق الترجي اللي مذاكر بشكل كويس جدا ان انت حسين الشحات بيلعب جناح شمال فجاه بتلعبه جناح يمين، هتلاقي في اختلاف شاسع جدا في اداء حسين الشحات. كمان في الحاله الدفاعيه حسين الشحات في بداياته كان بيلعب في مركز الباك اليمين، اذا لو انت احتاجت حسين الشحات ينزل لتحت ويلعب باك يمين ومحمد هاني يضم جنب عبد المنعم محمود متولي او رامي ربيعه، هتلاقي حسين الشحات بينزل كباك يمين وبتلعب 5 في الدفاع لو انت قررت ان انت تدافع بشكل شرس، ولو فيه هجوم عليك بشكل ضاغط او بشكل كبير جدا من فريق الترجي. اذا حسين الشحات وجوده في مركز الجناح اليمين مهم جدا، اذا حسين الشحات هيقدر يصنع الفرق لو لعب جناح يمين. كروس بتاع حسين الشحات اللي بيعمله من خلف المدافعين زي كروس علي معلول اللي عمله لوسام ابو علي قدام مازيمبي وسجل منه هدف، ده هنحتاجه كتير جدا. باص حسين الشحات الغير متوقع في العمق هنحتاجه كتير جدا. علشان كده بالنسبه لي زي ما قلت حسين الشحات في مركز الجناح اليمين، وده شيء مهم جدا. نيجي للتشكيل بشكل عام. في حراسه المرمى مصطفى شوبير، باك يمين مفيش غير محمد هاني هيلعب باك يمين. قلبين الدفاع طبعا كولر هيبدا برامي ربيعه، لكن انا بفضل محمود متولي. الارتباك عند محمود متولي اقل، واحنا عايزين في المباراه دي يكون عندنا هدوء وعندنا لاعيبه واقفه على رجليها، ما يكونش في ارتباك. علشان كده محمود متولي في مركز المساك اليمين، جنبه محمد عبد المنعم، علي معلول باك شمال، مروان عطيه في مركز رقم 6 في نص الملعب، في مركز رقم 8 على اليمين اكرم توفيق، في مركز رقم 8 على الشمال امام عاشور. الثلاثي الامامي رضا سليم جناح شمال، وده مهم جدا. رضا سليم يا جماعه لاعب مميز، عنده سرعات، بيقدر يسدد من خارج منطقه الجزاء، بيقدر يسجل، يقدر يخلق حلول ليك لو المباراه مقفله، يقدر لو انت بتلعب على المرتدات يروح بواحد وبيروح بمساحه، بيقدر يحتفظ بالكره بشكل جيد جدا. علشان كده رضا سليم بالنسبه لي جناح شمال اساسي، لان افضل فتراته معانا قدام علي معلول. وسام ابو علي لا غنى عن وسام ابو علي، راس حربه، وزي ما قلت جناح يمين هو بالنسبه لي حسين الشحات. اكرم توفيق ان شاء الله هيكون ليه دور مهم جدا. اكرم توفيق بيقدر يخنق الفريق الخصم في الضغط، بيقدر يضغط في كل مكان في الملعب، وده انت هتحتاجه بشكل مهم جدا في المباراه دي. هتحتاج مجهود اكرم مع مجهود امام عاشور.
زي ما قلنا المباراه لازم ان شاء الله هنقسمها من البدايه، لازم نضغط في اول ربع ساعه. فريق الترجي لو ضغطت عليه هيغلط، فريق الترجي خلي بالك هيلعب بشكل دفاعي وهيسيب لك الكوره وهيلعب على المرتدات، وده لازم كولر يركز فيه علشان يقفل بشكل كويس جدا، علشان يامن دفاعاته، علشان الخطوط تكون قريبه، علشان نقدر نكسب. لازم نلعب بتشكيل صحيح، لازم نلعب بطريقه لعب مناسبه وطريقه لعب صحيحه. ان شاء الله نقدر نكسب فريق الترجي على ارضه، ان شاء الله نقدر نكسب هدف واثنين وثلاثه. بالنسبه لي اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ده التشكيل الافضل بالنسبه ليا والتشكيل اللي انا احب اشوفه في مباراه الترجي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده لو لسه اول مره بيشوف قناتي تشترك في القناه، فعل الجرس، تسيب لايك، كومنت للفيديو، وان شاء الله يوصلك كل جديد.